هذا جامع الحيدر خان. هذا الفرع اللي راح نطب له فرع مسدود. الفرع اللي على ايدي اليمنى من حائط الحيدر خانة، ذيك الصفحة ذيك محلة الحيدر خانة. هاي اللي يجي على ايدي اليسرى يصير الحائط مال الجامع. هذا الفرع مسدود. طبعا حقيقة أنا حاليا دا أصور بهذا الفرع، يعني أول مرة أدخل بهذا الفرع ودا أصور. طبعا على مود أحد المتابعين ساكن بهذا الفرع وولادته يقول أنا بهذا المكان وأني خارج العراق، فأتمنى أريد أشوف منطقتي بعد ورا ما سافرت شلون صارت. فهسه أني دا دخله بهذا الفرع ودا راويكم هذا الفرع شنو التغيرات اللي صارت بيه. قبل ما أدخل هذا الفرع سألت ناس برا يقولون هاي هنا كانت عوائل وناس ساكنة. فأحد اللي واقفين كان سألني قال لي من هو اللي كان هنا قاعد وحاليا خارج العراق وطلب من عندك تصور هنا. قلت له والله حقيقة أنا ما أعرفه، بس يعني حبيت أصور هذا الفرع وأنشره ويكون هو أحد المشاهدين لهذا الفرع على مود يستذكر أيام طفولته، أيام شبابه اللي كان بيها بهاي المنطقة. فأنا حبيت أصور. فبصراحة يعني لقيت الفرع عبارة عن مخازن، يمكن ما باقي بيه بس بيت أو بيتين، أما الباقي كله مخازن، يعني منطقة سكنية تتحول بالكامل إلى مخازن. هذا الشيء عجيب يعني، وبقلب بغداد. إحنا نعرف المخازن تكون خارج المدينة مو بداخل المدينة، يعني مثل ما تشوفون قدامكم منطقة، يعني اتصور أنت هاي قبل 20 سنة أو قبل 30 سنة هاي كانت منطقة سكنية بيها ناس وبيها عوائل وبيها شباب وبيها بنات وبيها أطفال وبيها ناس، يعني مدينة تتحول بيوم وليلة إلى مخازن للبضاعة. ويعني ما أعرف شلون أنا أوصف لكم. داخل المدينة وبداخل العاصمة تتحول المآكن السكنية إلى مخازن. هذا الشيء عجيب. المهم هذا نهاية جولتي بهذا الفرع. أتمنى عجبكم الفيديو، وتحياتي إلى صديقي ومتابعي في اليوتيوب اللي طلب من عندي أصور له هذا الفرع. حبايبي ما وصيكم اللايك والاشتراك والمتابعة للقناة. أشكر متابعتكم إليه.